اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القلقاس باللحمة، وهنعمل معاه كمان الرز البسمتي. هنجيب القلقاس نقشره ونقطعه مكعبات بالشكل ده كده. طريقة غسله: هنسخن مية نخليها بتغلي وننزل على القلقاس بيها بالشكل ده كده، وهنغطيه ونسيبه شوية ينزل كل اللي فيه، المادة اللي هي بتبقى زي اللزجة اللي فيه دي ينزلها، وبعد كده تصفيه وتغسليه كذا مرة تحت الحنفية. هنجيب حلة على النار وننزل بمعلقة سمنة، هننزل عليها بالبصل ونقلب البصل لغاية البصل ما ياخد لون بني معانا. طبعا واحنا شغالين كده ما ننساش نذكر نفسي ونذكركم بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عملنا ايه بعد كده؟ هننزل باللحمة ونقلبها كويس لغاية ما نديها صدمة عشان ما تنزلش المية اللي فيها. لو عايزة تعمليه من غير لحمة نفس الخطوات، بتشيلي اللحمة، البصلة تاخد لون، تنزلي بعصير الطماطم. الله اكبر، الله اعظم، الملك قدام لله. معانا ملح وفلفل اسمر وبهارات اللحم، هننزل برشة فلفل اسمر ورشة بهارات ونقلب اللحمة كويس. هننزل عليها بعصير الطماطم وهننزل بالملح والفلفل وبهارات اللحم اللي كانوا فاضلين معانا. هنغطي الحلة لغاية ما تتسبك. اتسبكت معانا بالشكل ده، هنزودها مية عشان اللحمة تستوي فيها. بعد ما غلت بالشكل ده هننزل بالقلقاس. الاكلات الشتوية الجميلة تعمليها تدفي بيها ولادك. في المرحلة دي كان القلقاس استوى معايا، هنعمل له طشة توم وكزبرة خضرة ونضربهم في الكبة او في الهون. هننزل بمعلقة سمنة وعليها الثوم والكزبرة ونقلب فيها لغاية الثوم ما ياخد ريحة معانا، والكزبرة تتبل معانا وتاخد لون بالشكل ده كده. هننزل عليها بالقلقاس. في المرحلة دي بقى ايه، شم الروايح بقى، وكده خلص معانا.
هنعمل معانا بقى ايه الرز البسمتي اللي ما هوش رز بسمتي. ازاي يعني؟ هنعمله هنعمل لسان العصفور. هنجيب كيسين لسان العصفور، عليهم كيس شعرية. لو انت عايزة 3 شعرية مفيش مشاكل، بس الاتنين مع بعض بيبقوا عاملين ميكس حلو يعني. هنجيب حلة وننزل بمعلقة سمنة كبيرة وحوالي كوباية زيت كده، ونقلب فيه لغاية ما ياخد لون بني معانا. لو الزيت طلع كتير بعد ما تحمريه ممكن تصفيه عادي. بجد والله بيبقى زيه زي الرز البسمتي بالظبط، ما تفرقهوش. تقلبيه كويس عشان كله ياخد معانا لون موحد، وهتنزلي بالمية زي ما بتنزلي على الرز بالظبط. بالشكل ده كده معانا معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسمر، وربع معلقة كركم، مش كتير، ما تكتريش من الكركم. وكده استوى معانا وبقى بالشكل ده كده. طبعا اول ما يشرب المية بتاعته هتوطي عليه، بس انا عندي المقطع ده اختفى لغاية ما يستوي. بيطلع معانا مفلفل وطعم وريحة، وبيطلع تحفة يعني. ويا ريت يا ريت يا ريت فضلا منكم لو وصلتوا معايا لغاية هنا لايك وشير واشتراك في القناة لو عجبتكم القناة. ادخلوا كده خدولكوا جولة في القناة، ولو عجبتكم اشتركوا فيها. ودي كده القلقاس بالشكل ده، والرز معانا. وبألف هنا وشفا. وبكده يكون الفيديو معانا خلص النهاردة. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.